يحمل سلمه الخشبي ليصطحبنا في جولة فريدة إلى أعماق الأرض. هنا قام أبو عامر ذو 63 سنة بنحت منزل له أشبه بالكهف الأثري، حيث ساعده في ذلك خبرته السابقة في حفر الآبار الارتوازية. وبأدوات حفر بسيطة بذل أبو عامر جهدا كبيرا لإنشاء مأوى له ولعائلته يحميه من قصف النظام الذي قام بحملة عسكرية واسعة مؤخرا على مكان إقامته في إحدى قرى ريف حلب الجنوبي. وهاي من الآلات اللي يحفر فيهن. هذا شايف الكسكي هذا والمسحة هذا والصريخ هذا وكان تحتاجه والفاس هاي كل هذا أكل من ديات يا أخي. كان وزني 117 كيلو، ده هلا ما ظل بي 80 كيلو. يقول أبو عامر أنه استغرق في حفر المنزل قرابة عام ونصف، حيث امتاز بشكله الهندسي المتقن وغرفه العديدة وفتحات للتهوية والإضاءة، بالإضافة إلى وجود الكهرباء التي يحصل عليها من خلال مولد للكهرباء. وما زال أبو عامر يعمل وحيدا بجد وكد لجعل المنزل أكثر ملائمة له ولعائلته، حيث يلجأ إليه عند اشتداد القصف ليحتمي تحت سقفه الصخري المتين. اما جسمي راح بالحفر يا خالي. صار لي سنه 6 اشهر وانا شيباني دحق، عمري 63 سنه، ولكن بشيء جبرك على الامر منه. اكيد. عندي هالبنت مسكينه تنهب لو تنجي الطيران. يا بابا قمت عاد هي اكثر نام عدة مرات نايمين هين، كنا هنا نام بيه ونقعد فيه. إنها الثورة السورية العظيمة التي فجرت الطاقات وأظهرت الإبداعات في شتى مجالات الحياة، حيث تمثل الشعب السوري في كثير من الأحيان المثل الشهير الذي يقول: الحاجة أم الاختراع. ليتحدى هذا الشعب المستحيل وليصمد صمودا أسطوريا أمام نظام فقد الأمل بهزيمة الثورة مهما استجلب من قوى خارجية لضربها. لأورينت نيوز، أحمد الصوراني من ريف حلب الجنوبي.